صراع جديد يلوح في الأفق بين الجزائر والمغرب، هذه المرة سيكون على المستوى الرياضي. كما كان متوقعا، الجامعة الملكية المغربية تراسل الكاف من أجل تنظيم كأس إفريقيا للأمم نسخة 2025. وجدير بالذكر أن الكاف سحب التنظيم من غينيا بسبب عدم تجهيزها في سنة 2025، وقد وضع الكاف بلاغ يحدد فيه آخر أجل وضع الملفات من طرف البلدان التي تريد استضافة هذه الدورة في 11 نوفمبر 2022. وقد أكد مصدر جامعي أن هذا الطلب هو بمثابة الإجراء الأولي من الجامعة الملكية المغربية برغبتها الكبيرة في تنظيم هذه التظاهرة الكبيرة التي تحظى بشعبية كبيرة في إفريقيا وأوروبا. وقد وعد المغرب في طلبه الاتحاد الإفريقي أن هذه النسخة إذا أعطيت للمغرب ستكون أفضل نسخة في تاريخ الكان، وستعرف عائدة مالية كبيرة لم يسبق تحقيقها. كما أكدت الجامعة أن هذه البطولة إذا أقيمت بالمغرب ستحظى بمتابعة كبيرة لكون الشعب المغربي شغوف بالكرة. كما أكد أحد المصادر أن الجامعة عبرت عن رغبتها في تطوير الكرة الإفريقية، حيث وضح المصدر أن العديد من اللاعبين سيظهرون مواهبهم في الملاعب المغربية الكبيرة وذات الجودة العالية، مما سيوفر لهم فرصة الاحتراف الأوروبي، لأن هذه الدورة ستعرف حضور عدد كبير من كشاف اللاعبين في العالم، إضافة إلى وكلاء اللاعبين أصحاب الصيت العالمي. ويعتبر المغرب البلد الثاني الذي يعلن عن رغبته في التنظيم بعدما أعلنت الاتحادية الجزائرية عن رغبتها في التنظيم سابقا. وقد وضع المغرب في ملفه 12 ملعبا لتنظيم هذه التظاهرة. هذه الملاعب هي جاهزة من اليوم وتتوفر فيه كل الشروط التي يفرضها الكاف، مما سيعطي للمغرب أفضلية عن منافسه الجزائري، لكون الأخير لم يجهز كل الملاعب وتوجد عنده بعض الملاعب هي فقط حبر على ورق، إضافة إلى أن كل الملاعب الموجودة حاليا في الجزائر لا تتوفر فيها كل الشروط التي يعتمدها الكاف، خاصة أن الأخير وضع دفتر تحملات صارم وصعب على جل البلدان الإفريقية التنظيم حاليا.